لو دخلت على برنامج الريفت ولقيت الدايمنشن عندك موجودة بالشكل ده ومش قادر تحدد هل الدايمنشن دي الوحدة الخاصة بيها مليمتر أو متر أو بوصة، ما تقلقش، هقولك الحل حالا في أقل من دقيقة. من المانج تاب هتدخل على البروجكت يونتس، أو ممكن على طول تكتب الاختصار UN. هيظهر لك قائمة تقدر من خلالها تتحكم في كل الوحدات الموجودة عندك في المشروع، بما فيها الوحدات الخاصة بالأنظمة المتخصصة الموجودة عندك في سيستمز الكهرباء أو الاتشباك أو باقي الأنظمة. ومن هنا هنعرف ان الوحده الخاصه بالطول عندنا هنا في المشروع هي المليمتر. ولو ضغطنا على التاب ده هيفتح لك قائمه تقدر من خلالها تغير الوحده الخاصه بالطول عندك في المشروع لسنتيمتر او متر او بوصه زي ما انت عاوز. ولو عاوز الوحده تظهر عندك جنب الدايمنشن هتختار من هنا الوحده بتاعتك وهتضغط على اوكي ثم اوكي، هتظهر عندك الوحده جنب الدايمنشن بالشكل ده. ولو مش عاوز تظهر لك ارقام بعد العلامه العشريه هتيجي من هنا وتختار زيرو ديسيمال وهتضغط على اوكي ثم اوكي، هتختفي عندك الارقام بالشكل ده. ولو حابب تغير يونتس المشروع للمتر من هنا هتختار متر وتضغط على اوكي ثم اوكي، هتتغير معاك اليونتس للمتر. واشترك في قناه عدل تيوب لمعلومات اكتر عن الريفت والبيم.